السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع في استخدامات الفيسبوك. هنشوف في الصفحة الشخصية. بيظهر في أعلى الصورة تغيير الصورة كما تلاحظون. نضغط عليها فيتم الاختيار ما بين تصفح جهاز الكمبيوتر لاختيار صورة لكي توضع بديلة لهذه الصورة، أو التقاط صورة إذا كانت توجد كاميرا ويب متصلة بجهاز الكمبيوتر، تعديل الصورة أو إزالة هذه الصورة. طبعا احنا شفنا ازاي نحمل صورة وحملنا الصورة قبل كده نفس الطريقة. تضغط هنا يظهر جهاز الكمبيوتر، نختار صورة نحملها وتتوضع مكان الصورة دي. عرض صفحة الشخصية اللي هو الصفحة الشخصية. ممكن نتصفح الصور الموجودة، الألبومات الخاصة بيك. بتشوف هنا في الصور مجموعة من الخيارات، منها تحميل الصور. نضغط على تحميل الصور لو عايزين نحمل صور جديدة. نصيحة حول التحميل واستعراض بعدات التحميل البسيطة. طبعا نضغط على تحديد الصور عشان نحدد الصور دي من جهاز الكمبيوتر. نحدد الصورة، نضغط أول، جاري تحميل الصورة. بتحمل الصورة زي ما حضراتكم شايفين في هذا الشريط. نكتب هنا اسم الصورة، مثلا نحدد جودة الصورة، ثم ننشئ الألبوم أو نضغط هنا لإلغاء التحميل. يتم عرض الصورة بشكل متكبر، ويمكن وضع إشارات في هذه الصورة عن طريق الضغط على هذا الرابط. ويمكن أيضا الإشارة إلى شخص في هذه الصورة، وممكن مشاركة هذه الصورة أو تحميل هذه الصورة إلى جهاز الكمبيوتر وتعيين كصورة شخصية وحذف هذه الصورة. يمكن العودة إلى الصفحة الشخصية أو الصفحة الرئيسية عن طريق هذه الروابط. يتم العودة إلى الصفحة الشخصية. في في كل الصفحات يتم عرض العديد من اقتراحات الأصدقاء في هذا الموقع. هو يقترح الأصدقاء الأقرب في المكان أو الأقرب في مكان الدراسة أو في 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 العنوان مثلا.